سهل جدا اركب الموجه وامشي مع الصفحات اللي ماشيه واقول لك ان احنا اتظلمنا بسبب التحكيم، والتحكيم هو اللي طلعنا من دور ال 16 وكان المفروض نبقى في دور الثمانيه، والمفروض ان احنا كسبنا الارجنتين وي وي وشعارات كتير كده انت عمال تسمعها بقالك 3 ايام. بس لو عايز تعرف الحقيقه بالظبط، انا مش جاي اطبل ولا جاي اجامل حد، انا جاي اقول لك على الحقيقه المره. عايز تعرفها؟ كمل الفيديو للاخر. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي اول باول، ولو ما عجبتكش الحلقه الغي الاشتراك واعمل ديسلايك، واقول لك على حاجه، اعمل لي انا شخصيا بلوك. يلا بينا على الفيديو. شكرا ليكم، شكرا لكل واحد، شكرا للكابتن حسام، شكرا لكل الجهاز، شكرا لكابتن منتخب مصر. ادخلتوا الفرحه بالنسبه لنا، تاريخ مشرف، وله الحق الناس تجري وراكم في كل حته، وله الحق الناس تحبكم وتشجعكم، لان انتوا جيل دخل مصر والكره المصريه لمجال تاني لحته تانيه. كنا قريبين قوي. ايه؟ احنا كنا قريبين قوي كده. ده احنا كنا قريبين قوي. كنا قريبين قوي. احنا كنا قريبين قوي. مش الخساره. ما بحبش الخساره. فرانسيس توكسي حكم مباراة مصر والأرجنتين، هل هو اللي ظلمنا؟ أيوه، بس هل هو سبب عدم التأهل؟ بالتأكيد لأ. أهلا بيكم في البيست 90. النهارده مش داخل أعمل تحليل ماتش عادي، مش داخل أقول مين لعب حلو ومين لعب وحش، لأن اللي حصل بين مصر والأرجنتين ما ينفعش يتلخص في نتيجة ماتش. اللي حصل كان ليلة كاملة من الفخر والقهر والوجع والأسئلة. ليه كان ممكن تبقى أعظم ليلة في تاريخ منتخب مصر، بس في 10 دقايق بس كل حاجة اتقلبت. انت كنت متقدم 2-0 على الأرجنتين لحد الدقيقة 79، وخليني أقولك بهدوء عشان تحس بقيمتها. مصر كانت متقدمة 2-0 على بطل العالم، على منتخب ميسي، على منتخب دخل البطولة وعينه على الكاس، وفجأة الحلم اللي كان في ايدك بدأ يتسحب منك واحدة واحدة لحد ما لقيت نفسك بره البطولة ومش عارف تسأل انهي سؤال الأول. الحكم سرقنا، احنا اللي ضيعنا، حسام كان لازم يقفل بدري، لعيبه اتوترت، ولا الارجنتين احتاجت كل تفاصيل صغيره عشان تعدي من مصر. بس السؤال الحقيقي مش مصر خسرت ازاي، السؤال الحقيقي هو مين قتل حلم مصر قدام الارجنتين. بس قبل ما نحاكم اي حد لازم نقول الجمله الاهم في الحلقه: مصر ما كانتش كومبارس. مصر ما كانتش داخله الماتش عشان تتصور مع ميسي، ولا عشان تعمل اداء مشرف وتخرج والناس تقول كتر خيرهم، ولا عشان تبقى محطه سهله في طريق الارجنتين. مصر دخلت وهي عارفه ان السيناريو العالمي غالبا مكتوب للارجنتين، ميسي يكمل، البطل يعدي، ومصر تقاوم شويه وخلاص. بس اللي حصل في الملعب ان منتخب مصر قال لا، انا مش جاي امثل دور الخصم الشجاع في فيلم الارجنتين، انا جاي العب، اضغط، اهاجم، اخليك تشك انك ممكن تخرج. وفعلا كلنا شفنا كان ممكن تخرج بسهوله. لولا اللي حصل، ميسي اتوتر، جمهور الارجنتين اتخنق، جمهور مصر لاول مره من زمان ما كناش قاعدين نقول يا رب نطلع بشكل محترم، كنا بنقول احنا ممكن نكسب. ودي لوحدها نقله كبيره، لان لما منتخب مصر يخلي الجمهور يزعل من خساره قدام بطل العالم، مش عشان خسر لكن عشان كان شايف الفوز قريب، يبقى احنا قدام منتخب رفع سقف الحلم. خلينا نبدا من الملعب قبل ما نبدا من الحكم، لان قبل ما تتكلم عن الظلم لازم ندي منتخب مصر حقه. مصر ما كانتش بتكسب بالحظ، ما كانتش متقدمه عشان الارجنتين نايمه، وما كانتش عامله مفاجاه عشوائيه. مصر كانت بتلعب ماتش كبير فيه شخصيه وفكره وجرأه، وده السبب اللي مخلي الخساره بتوجع قوي. لو كنت وحش وخسرت هنزعل شويه ونقول طبيعي، احنا بنلعب قدام الارجنتين. بس تبقى كويس وتبقى قريب والتاريخ يبقى قدامك، وبعدها كل حاجه وقعت، كل حاجه تقع في 10 دقايق. الوجع هنا بيبقى مختلف. حسام حسن دخل الماتش هو محترم الارجنتين بس مش خايف منها، ودي نقطة لازم تتحسب، لأن في فرق كبير بين إنك تحترم خصم كبير وبين إنك تدخل مهزوم من قبل الصفارة. منتخب مصر ما دخلش مهزوم، ما دخلش يقفل وخلاص ونرص الأتوبيس ورا، ما دخلش مستني معجزة تنزل من السماء. المنتخب دخل يحاول يصنع المعجزة بنفسه. كان في ضغط محسوب، خطوط كانت قريبة من بعض، التحولات كانت سريعة، وفي محاولة واضحة لاستغلال المساحات ورا دفاع الأرجنتين، شفناها كتير مع هيثم حسن. الأهم إن في لعيبة داخلة الماتش وعندها رغبة تقول للعالم إحنا هنا، إحنا مش داخلين نخاف من الاسم الكبير. هدف مصر الأول ما كانش مجرد هدف، ده كان إعلان. لما تسجل الأول في الأرجنتين أنت مش بس غيرت النتيجة،
نقلت الضغط كله عليهم، خليت بطل العالم يجري وراك، وخليت ميسي يبص للساعة بدري، خليت الجمهور المصري يصدق ان الليلة دي ممكن تبقى تاريخ. الهدف الاول قال للارجنتين ان مصر مش هتبقى سهلة، وقال لجمهور مصر ان الخوف القديم ما ينفعش يفضل حاكمنا. بعد الهدف مصر ما وقعتش، ودي نقطة مهمة جدا في ماتشات كبيرة. الفرق الصغيرة لما تسجل في فريق كبير بترجع فورا وتعيش جوه منطقة الجزاء، لكن مصر كان عندها لحظات خروج، كان عندها لعيبة بتحاول تشيل الكورة وتكسب وقت وتطلع الفريق من الضغط. صلاح كان بيلعب بعقل قائد، ومش لازم يسجل عشان يبقى مؤثر. صلاح كان بيطلع بالكورة من تحت الضغط، بيسحب مدافعين ويخلي المنتخب ياخد نفس في لحظات صعبة جدا. اللي هيقيس صلاح بالأهداف مش يبقى شايف قيمته في الماتش ده. مصطفى شوبير لازم نقف عنده كتير، لأن شوبير في الليلة دي ما كانش حارس بيصد كور وخلاص. شوبير كان بيدافع عن حلم. في ماتش قدام الأرجنتين الحارس مش بيتعامل مع تسديدة بس، ده بيتعامل مع اسم الخصم. تخيل كده انت واقف كده اللي بيشوط عليك ميسي، فاهم حاجة؟ فاهم انت هتبقى مهزوز قد ايه؟ شايف جمهور الأرجنتين كان في الملعب عامل ازاي؟ كل ده ضغط. شوبير يسلم اللي رباك بكل أعصاب باردة وثبات وثقة. شوبير كان عنده حضور، كل تصدي منه كان بيقول لزمايله كملوا احنا لسه واقفين. اما بقى اللي لازم اقف عنده كتير قوي هيثم حسن. ده كان واحد من احلى مشاهد الماتش. لاعب يدخل قدام الارجنتين بالشخصية دي، يطلب الكورة، يجرب واحد على واحد، يجري في المساحات، يمرجح دفاع الارجنتين. في الهدف اللي اتلغى يا نهار ابيض على الجمدان، مش عملها مرة ولا اتنين، عملها كتير. كان بيقول ان منتخب مصر عنده لاعب يقدر يخوف الارجنتين، والجملة دي لو اتقالت قبل الماتش الناس كانت هتضحك عليها، بس اللي شاف الماتش عارف انها حقيقة. مش هنسى زيكو، مش هنسى مروان عطية قبل الإصابة، إمام عاشور، محمد هاني، رامي وياسر اللي عليه كلام كتير. كل واحد فيهم كان عنده لحظات بتقول المنتخب ده مش داخل يلعب باسمه القديم، لكن داخل يبني صورة جديدة. الصورة دي مش مثالية، فيها أخطاء هنتكلم عنها، بس قبل النقد لازم نعترف إن منتخب مصر قدام الأرجنتين كان عنده شخصية كبيرة. هنا ندخل على أول ملف في القضية، الحكم والفار. أنا مش هبدأ أقول إن كل حاجة حصلت بسبب الحكم، لأن ده سهل ومريح وده كل الناس بتعمله. أنا جاي أقول لك الواقع، عايز تسمع الحقيقة كمل معايا الحالات. بعيدا عن نظرية المؤامرة اللي طالعة في الإعلام الأيام دي، وبعيدا عن كل اللي يقول إن إحنا اتظلمنا وي، أنا مش هحكم، أنا هجيب لك الحالات وهنتفرج عليها مع بعض وأنت احكم بنفسك. أنا مش هملى عليك أي قرار، أنت احكم بنفسك وشوف هل إحنا اتظلمنا؟ هل الحكم كان عنصري؟ ولا هو الحكم كان بطيخة على الجميع، على مصر وعلى الأرجنتين؟ يلا بينا ندخل على الحالة الأولى. هنا اعتراض واضح جدا على هيثم حسن. تستحق انذار؟ أكيد. خدوا؟ لا. هنا حمدي فتحي مع ميسي، تستحق انذار؟ خدوا؟ لا. هنا كرة محمد صلاح تستحق فاول؟ خدوا؟ لا للأسف الشديد، يعني الراجل شايط رجله، خدوش. وهنا فاول لألفاريز على ياسر إبراهيم، خد الفاول؟ لا ما خدوش. وهنا كرة ضرب لشوبير واضح، خد انذار؟ لا. نفس الكلام من مروان عطية مع ماكاليستر، فاول وانذار، ضرب في الركبة، خدها؟ لا. هنا نفس الكلام، كمية غلطات تحكيمية كتير جدا. هيثم حسن دي انذار، ما خدوش. نفس الكلام، ضربة جزاء اهيت على ماكاليستر، يعني ياسر ابراهيم بص ما شاطش الكورة، هو شايط رجله، فاول او ضربة جزاء. قصادها بالظبط بتاعت حمدي فتحي، ضربة جزاء برضو، خدناها؟ لا. يعني ماكاليستر نفس اللي كان ليه ضربة جزاء عليه ضربة جزاء اهو، لا هنا اتحسبت ولا هنا اتحسبت، من زاوية اوضح اهي، مع ان نفس الحكم ده حسب نفس ضربة الجزاء دي في ماتش قبل كده ريال مدريد وارسنال. اقول لك على حاجة، انا هجيب لك الحالة دلوقتي، نفس الحالة بنفس الحكم، راح يشك الفار على نفس الفاول اهو، اسينسيو مع مارتينيلي، نفس اللفة بنفس اللوحة، هنا فار تشيك ضربة جزاء. طب انت ما رجعتش هناك للفار ليه؟ فنفس ضربة جزاء بتاعت حمدي فتحي هي بتاعت ماكاليستر، او الثانيه ممكن تكون فاول. هنا ناس كتير او اغلب الاعلاميين بيقول لك اول ما شفت الكرة دي عرفت ان احنا هنتظلم. طب ما هي فاول على محمد صلاح، محمد صلاح ما لمسش الكرة اصلا، هو خابط رجله اهو. وهنا حمدي فتحي دخل على ميسي ضربه في رقبته وفي بطنه زي ما انت شايف قدامك، دي فاول وانذار ولا مش فاول؟ نفس الكلام مع امام عاشور، مولينا ضربه في وشه،
خد الانذار ما خدش الانذار. نفس الكلام مع امام عاشور برضو، اعترضوا انذار ما خدش الانذار. وغلطات من كده كتير. فزي ما ليك زي ما عليك في المباراه. نيجي بقى لقطه مروان عطيه وهدف مصر ملغي. زي ما انت شايف كده مروان عطيه دايس على رجلين تليافيكو اهو باينه اهي. فانت من وجهه نظرك دي فاول ولا مش فاول؟ الهجمه دي من بعدها راحت على طول على الجون بتاع مصر، فبالتالي قرار الحكم بإلغاء الهدف هو قرار صحيح 100%. اما بقى بخصوص ضربة جزاء محمد صلاح فهي مش ضربة جزاء خالص. تعال نشوف. دي لقطة محمد صلاح. هنا الفاريز خد الكورة، بعد ما خد الكورة حركة محمد صلاح اتحركت على رجل الفاريز. ففي قانون كرة القدم طالما اللاعب لمس الكورة الأول، أي احتكاك طبيعي بيحصل ما بعد تحركات الجسم من لمس الكورة فهو لا يستحق أي مخالفة، فبالتالي هي مش ضربة جزاء وباينة جدا. نيجي لأصعب ملف، آخر 10 دقايق في الماتش وسبب الانهيار. جوه كل واحد فينا مدرب صغنن محتاج يكبر، فأنا عايزك تخرج المدرب ده وتيجي نحلل تغييرات حسام حسن. بعض الناس قالت إن حسام حسن غلط، ليه ما نزلش حسام عبد المجيد وقفل؟ ليه نزل تريزيجيه ونزل عمر مرموش وبدأ يهاجم؟ أنا هجيب لك باللقطات. أنت لو مكان حسام حسن وشايف كمية المساحات اللي في ظهر دفاع الأرجنتين دي هتعمل إيه؟ هتدافع؟ وهل لو نزل حسام عبد المجيد ودافع وقفل الدفاعات وخسر برضه مش هيطلع يتهاجم؟ وانت قفلت ليه؟ رجعت ورا ليه؟ اديتهم فرصة يمسكوا الكرة ليه؟ كان المفروض تفضل تضغط 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 تضغط. فمين السبب؟ حسام حسن وتغييرات حسام حسن، ولا ضعف الجودة وفقر الإمكانيات؟ تسألني فقر الإمكانيات إيه؟ إحنا كسبانين أرجنتين 2-0 خلاص. ما أنا ده اللي أنا بتكلم فيه بقى. أنت كسبان الأرجنتين 2-0 الدقيقة 80 ولا الدقيقة 74، أنت وقعت بدنيا، فالمفروض يكون عندك إمكانيات في الدكة. الدكة نزلت غرقتك، بمعنى كلمة غرقتك. بص للقطة اللي أنا حاططها قدامك دي، شوف كمية المساحات اللي في ظهر دفاع الأرجنتينيين. أنت لو مدرب شجاع زي حسام حسن وشايف كمية المساحات دي، مش هنزل 2 صراع يخطفوا لي جون كمان، يخطفوا لي جونين كمان؟ وبالفعل حصلت. ما تيجي نشوف. قبل الهولدن بريك هيثم حسن اتصاب في اخر كره طلعها اوت، فقرر حسام حسن ينزل تريزيجيه لاعب بنفس مهام هيثم حسن. فالمفروض تريزيجيه ينزل يعمل نفس المهام اللي كان بيعملها هيثم حسن. تريزيجيه عمل كده؟ لا، خذل حسام حسن، نزل لاعب لتريزيجيه مش لمنتخب مصر. انا ما بحبش اتكلم، انا بحب اوريك. يلا نشوف. نزل بمهام دفاعيه، وادي في اول بعد ما نزل بدقيقتين الكرة كانت اوفسايد بس شالها. تعال بقى للارتداد الهجومي. بعد تريزيجيه ما نزل ب4 دقايق بالظبط، رهان حسام حسن طلع كسبان ولعب على كسر خطوط الدفاع المتقدم الارجنتين، وكرة جت لتريزيجيه يباص لزيكو. لا، انا هشوطها عشان انا الجاحد، انا اللي مفيش مني، انا تريزيجيه زين الدين زيدان، انا الخطير. ما انت بتغرق، انت غرقتنا، انت مش بتغرقنا، انت اوريدي غرقتنا. فاي حد يتكلم عن ان حسام حسن غلطان وكان المفروض ينزل حسام عبد المجيد مكان تريزيجيه ويامن دفاع، لا، هو نزل تريزيجيه بمهام دفاعيه لان هو الوحيد اللي بيعرف يعمل كده اساسا، مهام دفاعيه وتتقدم لي مع المرتده. عمل كده، عمل بس طمع فغرقنا كلنا. خذل حسام حسن، خذل المصريين، قهرنا كلنا. ونجي بقى للمصيبه الكبرى، الفنان القدير نجم المان سيتي خلص فيه الكلام، يعني خلص فيه الكلام والشعارات من عظمة وجمال. الحب جاني وعمر مرموش لسه ما جاني. بتعمل ايه؟ انت جاي معانا ليه؟ طيب يعني انت جاي كاس العالم ده ليه؟ يعني اكتر واحد جاي كاس العالم تثبت للناس انا عمر مرموش، انا المفروض انافس هالاند. تعالوا بصوا يا جدعان في كاس العالم انا بعمل ايه وهالاند بيعمل ايه. انت خالص وعمر مرموش ما جاني. انت يا عمر يا مرموش نازل عشان واحده هتجيلك في الماتش، عايز مرموش اللي جواك، عايز مرموش بتاع السيتي. في واحده كره في نص الملعب انت مش عايز تستلم، انت مش عايز توزع لاعب، انت واقف ما اعرفش انت لسه نازل واقف ما اعرفش بتعمل ايه؟ قهرتنا، بتعمل ايه؟ ماشي، مش دورك توزيع اللاعب. طب ايه دي بتاعتك؟ انت نازل عشان دي، انت شايف هو عامل لك مادد رجله، بص الكره شب. انا بقى يعني تعال نشوفها من منظورك مثلا، يمكن انت شايف حاجه احنا ما كناش شايفينها. مثلا انا عمر مرموش جاي لي مرتده خدتها من صلاح، يلا
شفت الراجل بيمد رجله، اخبطها في رجله، ارمي تشم، تريزيجيه راح جاب جون، خلصت، كسبنا، صعدنا، الحلم بتاعنا كمل. قهرتنا ما تقهرناش. 100 مليون عيط، يعني 100 مليون. العيال الصغيره ما بتفهمش في الكوره كانت بتعيط، وفي الاخر نطلع الاعلاميين بتوعنا يقول لك لا احنا اتغلبنا بسبب التحكيم. هو التحكيم هو اللي ضيع الكور دي؟ التحكيم هو اللي خلى تريزيجيه ما يبصيش لزيكو ويشوط في الجون من زاويه ميته؟ تريزيجيه هو اللي خلى مرموش مش عارف يبصي؟ قصدي الحكم ولا التحكيم هو اللي خلى تريزيجيه ما يعرفش يبصي؟ الحكم هو اللي خلى ياسر ابراهيم يسيب المهاجم ويمشي. هوريها لكم دلوقتي. لا ما تيجي نشوف، هوريها لكم دي، تعالى نشوف. ليون ميسي بيرفع الكوره لروميرو اهو، اللي ياسر ابراهيم مغطي ومعاه. يلا بقى يا ميسي ارفع الكوره نشوف ياسر ابراهيم هيعمل ايه. بص سابه ومشي، وقف، لاج، حصل له لاج. طب وقفت ليه؟ يعني ليه؟ ايه الايرور اللي حصل لك خلاك وقفت الوقفه دي؟ ما انت تروح مع الكوره هتطلعها بح. ما جاش فينا جون، مش التحكيم هو اللي تك ستار فانت وقفت. لا انت وقفت، ده فرق الجوده اللي بكلمك عليه، ده فرق الجوده اللي قلت لك عليه. احنا فرق جوده. ده مش معنى ان ياسر ابراهيم عمل بطوله وحشه، ياسر ابراهيم عالمي، بس دي امكانيات يا صاحبي، هي امكانياته كده. لا هو امكانياته مش كده، معلش، هو ياسر ابراهيم امكانياته اقل من كده. هو في بطوله كاس العالم ده ادانا 200% من امكانياته بجد، عمل بطوله عالميه. بس هي دي فرق الكواليتي بقى ما بين الارجنتين وما بين مصر. احنا ما اشتغلناش يا جدعان، احنا حسام حسن بس اللي اشتغل فعمل لك القماشه دي، خلى المكنه تطلع قماش. راجل واحد بس اشتغل في المنظومه فدارت. بس هل الراجل ده يقف قدام بطل العالم؟ لا خالص. اخر حاجه هكلمك فيها عشان ما نظلمش اللعبه دي اكتر من كده. بص كده على اللقطه دي اللقطه اللي محمد صلاح وقع فيها وكنا بنطالب بضربه جزاء اللي اترد منها الجون على طول. اللاعب اللي بشاور لك عليه في السهم ده نيكو جونزاليس. بص الدقيقه 91 و37 ثانيه، شوف هو فين. تعالى بقى بص على الدقيقه 91 و51 ثانيه، بص هو فين. قبله كان في 3 لعيبه، رامي ربيعه، مروان عطيه، مهند لاشين. بص بقوا فين وهو بقى فين. ده فرق ايه؟ مش هقول لك بقى فرق تحكيم، يعني مش التحكيم هو اللي خلاهم ما يجروش، ده فرق الكواليتي اللي بقول لك عليه. احنا لعيبه بدنيا تعبانه، فلازم حسام حسن يشتغل على الفقره دي. لازم حسام حسن يبقى اول ملف يتحط قدامه اول ما يرجع مصر اخر 10 دقايق في المباراه دي. احنا خلاص مسكنا الطريق، عايزين نكمل فيه. دي بتاعت اتحاد الكوره، وانتوا شفتوا الشعب المصري بيتنفس الكوره دي، ووراكوا في اي حاجه. 100 مليون انسان كانوا بينزلوا في الشارع، اطفال قبل كبار قبل صغار قبل ستات قبل رجاله، كله احنا ما تلمناش اللمه دي من زمن بجد، من 2010 الناس بقت بتنزل الشوارع يا جدع. ده الثوره ما كانتش كده، الناس ما كانتش في الشارع كده. اول مره اشوف الشعب المصري لامم نفسه فرحان سعيد. فرحتونا يا رجاله، انا ما بلومش حد فيكم، انتوا فرحتونا بجد. انتوا رجاله، انا بخلاف عمر مرموش طبعا وتريزيجيه، الكلام ده بره عن الاثنين دول. اي حد هتكلم عنه بره ومحدش يقول لي ما تهاجمش عمر مرموش وما ينفعش وما تقتلوش. هو قتلنا، هو قهرنا، هو كسر الفرحه جوانا، هو خلينا كل يوم كده. هو مش عارف، انا ما بعرفش انام من اليوم ده، انا ما بعرفش انام. انا مش كويس من بعد الماتش. انا كان قدامي حلم انا عمري ما عشتوش، انا عمري ما فرحت الفرحه دي في حياتي. انا واحد من الناس، انا ما كنتش عارف ان انا بحب مصر كده بجد. انا بقالي 13 سنه بره مصر، ما عنديش انتماء. انا قبل الماتش كنت بقول انا مشجع متخلف لميسي، بعشق حاجه اسمها ميسي. قبل الماتش كنت بقول لا يا جدعان مصر مين اللي اشجعها؟ هي كانت عملت لي ايه؟ هي عمرها فرحتني؟ ده طول عمرها وكسانه وفطحانه وي. انا مع اول 10 دقايق في الماتش انا غصب عني انتمائي كله طلع. لما جه الجون الاول انا فرحت فرحه ونطيت نطه انا عمري ما فرحت كده في كوره. عمري ما عيطت على جون دخل. كسبنا مع برشلونه بطولات، عمري ما فرحت في بطوله بالفرحه اللي فرحتها في جون.
فلما تيجي الفرحه دي تكسرها بسبب لاعب اناني اسمه عمر مرموش، ما تجيش تقول لي ما تهاجموش. لا معلش، انا اهاجم وهاجم كمان، زي ما كنا بنسنده، زي ما بنقول له انت كسرتنا يا مرموش، انت قهرتنا. حسب مش عايز اتحاسبن على مسلم، فانا مش عايز اتحاسبن على مسلم. انا ما كنتش عايز اعمل الحلقه دي بجد عشان عارف ان انا مش هقدر اكملها. فرجاء من الكابتن حسام حسن لو هيسمعني، واكيد مش هيسمعني، بس اشتغلوا يا جدعان، اشتغلوا. ابنه حسام يا حسن، انت واحد بس اشتغل، وقفت قدام اعظم منظومه كرويه في العالم، وقفت قدام بطل العالم، خانك تفاصيل صغيره، خبره. انت من البطوله دي اكتسبت خبره، مدربين بيقعدوا سنين عشان يكتسبوها، انت اكتسبتها في اسبوعين بالظبط. اكتسبت خبره، دي خبره التفاصيل الصغيره بتاعت البطولات المجمعه، دي مباريات التفاصيل الصغيره. اشتغل على النقطه دي، بعد كده محدش هيهاجمك. انا عارف ان انت في ناس اتاخدت في البطوله دي علشان ما تتهاجمش، عشان لازم تاخدها، عشان ما ينفعش ما تاخدهاش. فمعلش يا حسام يا حسن، لا خلاص، الشعب المصري كله في ظهرك. اشتغل بجد، خد بجد. انت عينك شوافه زي ما شافت زيكو، اللي ما كانش حد يعرف مين زيكو ده اصلا، بقى نجم بطوله كاس العالم. اشتغل يا حسام يا حسن، واحنا في ظهرك. ويا رئاسه اتحاد الكوره فضلا وليس امرا، سيبوا الراجل يشتغل، وادوا الراجل الثقه، يعمل منظومه كوره نعرف ننافس بيها اي حد. احنا كنا بنطلع من كونغو الديمقراطيه كناش بنزعل. انا افتكر في دور 16 كده في 23 احنا طالعين من كونغو الديمقراطيه بلا ما كان في حد زعلان. طلعنا قلنا كما قال الشاعر القدير ابراهيم فايق، احنا ما عندناش. لا، حسام حسن اثبت لنا ان احنا عندنا اهو، عندنا حاجه توقفنا قدام بطل العالم. 80 دقيقه انت كسبان بطل العالم، بتقع علشان انت وقعت بدنيا، عشان امام عاشور ما بقاش قادر يكمل، عشان هيثم حسن ما بقاش قادر يكمل، عشان ما عندكش دكه تعرف تنزل تسد. عندك عيال مغروره، ولا عيال مغروره نازله تلعب باسمها. اصل انا عمر مرموش، انا بفطر كرواسو في انجلترا، انتوا بتفطروا فول وطعميه، انا مش هبصيلك. انت عايزني انا عمر مرموش يبصيلك انت يا مصري يا طعميه؟ نو. ده اللي خسرنا، ده اللي طلعنا من كاس احنا لو مش هوك احنا كان زماننا في نص النهائي. سويسرا دي ما تقفش قدامنا، قسما بالله ما تقف قدامنا يعني بالاداء اللي احنا بنعمله ده. ما في حاجه هتوقفنا غير فرنسا حرفيا. فالحمد لله، وهو درس وتعلمنا ان القماشه اللي كان مدربين الاجانب عارفيننا بيها وقالوا لا هي دي القماشه بتاعتنا، ان احنا نرجع نرص الاتوبيس ورا وما الكوره تبقى معانا ما نعرفش بنعمل بيها ايه. طلع عندنا كوره، طلع عرفنا يعني ايه لما نمسك الكوره نعرف نعمل بيها ايه. حسام حسن عرفنا ما تمسك الكوره كده تعرف تعمل ايه. حسام حسن للاسف الشديد هو لعله خير، كل تاخيره وفيها خيرها، بس للاسف الشديد هو اتاخر قوي في تدريب منتخب مصر. تخيل حسام حسن معاه العيال دي وهي لسه في عز شبابها. تعال شوف لعيبه الاهلي في الموسم ده هي ميته. رامي ربيعه عامل ايه، ياسر ابراهيم عامل ايه، محمد هنا اسوأ موسم للاهلي. محمد صلاح خلاص شطب كوره. تخيل الناس دي لو معاه من زمن من 2022، مش كان زماننا في قطر في وسط الجمهور في مصر، وانت شفت الديربي بتاع الاهلي والزمالك بيبقى عامل ازاي، وجمهور مصر عامل ازاي هناك. تخيل احنا كنا في البطوله دي كنا هنعمل ايه. معلش مغرب ايه يا باشا، وتجربه مغرب ايه، بس كل تاخيره فيها خيره. فنشتغل ونسيب الراجل يشتغل واحنا في ظهره. معلش لو اتعصبت او بس يعني في حرقه جوه الانسان الواحد مش قادر يعني الحمد لله وقدر الله ما شاء فعل.